الحكومة تطلق مرحلة جديدة في نظام الحماية الاجتماعية ومراجعة شاملة لطريقة الاستفادة خلال 2026. يواصل مشروع قانون المالية 2026 تكريس توجه الدولة نحو منظومة اجتماعية قائمة على العدالة والاستهداف الدقيق، وهو ما أكده فوزي القجع الوزير المكلف بالميزانية خلال جلسة تصويت بمجلس المستشارين، حيث أعلن عن تغيرات جوهرية تهم طريقة استفادة المواطنين من مختلف برامج الدعم. القجع أوضح أن الحكومة تستعد لإطلاق مراجعة معمقة وشاملة لطرق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وهي خطوة يعتبرها المتتبعون الأهم في هيكلة الحماية الاجتماعية، لأنها ستسمح بوضع حد نهائي للاختلالات التي شهدتها المنظومات السابقة، سواء رميد أو البرامج القطاعية المتعددة. هذه المراجعة ستعتمد بحسب الوزير على معايير دقيقة وشفافة وعلى منظومات رقمية موحدة حتى يتم استهداف الأسر الأكثر هشاشة بشكل فعلي وتجنب استفاد مئات غير مستحقة، إضافة إلى ضمان التتبع والمراقبة المستمرة. وفي السياق نفسه كشف القجع أن 12 مليون أسرة مغربية تستفيد اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تم دمج ثلث المسجلين سابقا في نظام الرميد داخل منظومة التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يعكس حجم التحول الجاري في قطاع الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة إصلاحا جديدا لنظام التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إدراج فئات واسعة ضمن منظومة التقاعد لأول مرة، بما يمكنهم من معاش بعد نهاية مسارهم المهني. وأشار القجع إلى أن كلفة هذا الورش الكبرى بلغت 50 مليار درهم، ورغم ذلك ما زالت الحكومة لم تصفي جميع الإشكالات، وهو ما يجعل مراجعة طرق الاستفادة أولوية قصوى لضمان عدالة اجتماعية حقيقية وتوجيه الدعم نحو المواطنين الذين يحتاجون فعلا. بهذه الخطوات يتضح أن الحكومة تدخل مرحلة جديدة من ضبط واستهداف الدعم الاجتماعي في مسار يروم تحسين توجيه الموارد العمومية ورفع فعالية الدور الاجتماعي بما يخدم ملايين المغاربة. قرار حكومي يتسبب في تخفيض أسعار الهواتف الذكية. صادقت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري على تعديل مهم يخص رسم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة، يقضي بخفضه من 17.5% إلى 2.5% ابتداء من فاتح يناير المقبل. ويأتي القرار في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع. وكان الرسم الجمركي على استيراد الهواتف محددا في نسبة 2.5% ضمن تعديلات قانون المالية لسنة 2024، بعد اقتراح حكومي أولي رفع النسبة إلى 30% بغرض دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتوج الوطني. غير أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن الرسم المرتفع أضر بالقطاع المهيكل وأفقده القدرة على المنافسة، كما دفع عددا من المستوردين إلى اللجوء لمسالك غير قانونية لجلب الهواتف من الخارج، ما استدعى وفق الفريق إعادة النظر في القرار والعودة إلى النسبة السابقة. وقد استجابت الحكومة لهذا الطلب ليتم تثبيت نسبة 2.5% مجددا ضمن مشروع قانون المالية 2026، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من طرف الفاعلين المهنيين والمستوردين الذين توقعوا انعكاسا مباشرا لهذا القرار على أسعار الهواتف في السوق المغربية مع بداية السنة الجديدة. ويرتقب أن يؤدي هذا التخفيض إلى تراجع ملحوظ في أثمنة الأجهزة وتعزيز تنافسية القطاع المنظم والحد من ممارسات التهريب التي استفحلت خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الرسوم الجمركية. شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت عددا من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حملة زيرو تفاهة
التي تقودها الحقوقية سميرة البقالي. الجمعية التي تترأسها تتولى تقديم الشكايات الرسمية ضد المؤثرين والتيك توكر الذين تعتبر أنهم ينشرون محتوى مسيئا أو مخالفا للقوانين، في خطوة تهدف إلى تنظيف الفضاء الرقمي من التفاهة والاستغلال والابتذال، وفق ما صرحت به البقالي مرارا للصحافة والجمهور. وأكدت البقالي المهتمة بقضايا حماية النساء والأطفال أن حملتها مستمرة في مواجهة كل ما يعد محتوى مسيئا، سواء استغل القاصرين أو روج للرذيلة والإساءة للآخرين. وفي هذا السياق أكدت أنها لن تتوقف عن متابعة الأسماء التي تعتبرها ناشرة للتفاهة، بما في ذلك موقفها الثابت من متابعة اليوتيوبرز نعيم البدوي، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها في تقديم الشكايات ضد كل من يخالف القانون أو الأخلاق الرقمية. وفي الوقت نفسه شجعت جمعية البقال المواطنين على التبليغ الرقمي، فيما قامت الجمعية مباشرة بتقديم شكايات إلى النيابة العامة ضد عدد من المؤثرين المعروفين، ما أدى إلى اعتقال بعضهم وفتح تحقيقات معمقة في ملفاتهم. هذا الدور أثار جدلا واسعا، إذ اعتبر بعض المغاربة أن سميرة البقالي تقوم بحماية المجتمع وتنقية مواقع التواصل من المحتويات الضارة، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن تتجاوز الحملة حدود المهام الحقوقية التقليدية. وتثير هذه الحملة نقاشا وطنيا واسعا، حيث يرى المؤيدون أنها خطوة أساسية لتنقية الفضاء الرقمي وحماية القاصرين من المحتويات الخطرة، في حين يخشى المعارضون من أن يؤدي استمرارها إلى تعفسات محتملة، خاصة عندما يتم الزج بأشخاص في المتابعات القضائية على خلفية محتوى رقمي قد يكون مثيرا للجدل. وتثير هذه الحملة نقاشا واسعا على المستوى الوطني، حيث يعتبر المؤيدون أنها خطوة مهمة وضرورية لتنقية الفضاء الرقمي من المحتويات الضارة وحماية القاصرين من أي محتوى قد يضر بهم، كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي وتشجيع الممارسات الرقمية الآمنة.